الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا شيخ ندخل النار لأن احنا فرحنا بالمولد النبوي. نعم، لأن النبي لم يحتفل بمولده، فلذلك الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. يا شيخ النبي ما استخدمش تلفون، يعني التلفون بدعة. النبي ما طلع سيارة، يعني السيارة بدعة. يعني كل شيء بدعة. لو كان الاحتفال بالمولد النبوي جائز لماذا لم يحتفل به الصحابة؟ يا شيخ الصحابة كانوا مؤمنين، مات النبي ولكن ما زال في قلوبهم وذكره على ألسنتهم. الصحابة ما يحتاج من يذكرون بالنبي، ولكن اليوم الوضع تغير، الناس غافلين فوق التلفونات والمسلسلات. نشتغل المولد ونفعل احتفال عالمي، نلفت الأنظار للمولد ونذكر الناس بالنبي وسيرته وسنته. النبي لا يريد مننا أن نحتفل بمولده بوضع الخرق والزين في الشوارع. النبي يريد مننا أن نقتدي به وبسنته والمشي على نهجه. عدة المرأة المطلقة 3 أحياض، فإن حاضت 3 مرات فيجوز لها الزواج بعد ذلك. وإن تطلقت المرأة وهي حامل فعند النفاس. يا شيخ ما احناش فيه ولاد، مش وقت الحيض والنفاس. تكلم على غزة بيموتوا جوع وعطش. وماذا تريدنا أن نفعل لغزة؟ حرض المؤمنين على القتال، على نصرة المستضعفين. أنت قلت النبي شينا نقتدي به وبسنته ونمشي على نهجه. يا عودي زناني.